نجدد بكم الترحاب في وصفه جديده من وصفات رجاء في البيت. كنتمنى يلقاكم فيديو اليوم في اتم الصحه والعافيه، وغادي نتقاسم معكم فطائر الماء السريعه بدون عجن ولا حليب ولا زبده، وغير بيضه واحده كنحصلوا على كميه كثيره من الفطائر كتجي مورقه مقرمشه وبنينه بزاف باسهل طريقه كيف ما تعودتوا معايا دائما، والنتيجه قدامكم. اذا بلا ما نطول عليكم ما تبخلوش عليا بلايكاتكم، تعليقكم محفزه ولو غير نقطه، ونخليكم تكتشفوا باقي التفاصيل. اذا على بركه الله كنحتاج البيضه واحده كنوضعها في انيه العمل، وكنضيف عليها 2 كؤوس من الماء اللي كيكون غير عادي من الصنبور، ما يعادل 400 ملل في المجموع، ملعقه صغيره من الملح وملعقه صغيره من الثوم بودره اختياريه ما كتوفرش عليها، ممكن تعوضوها غير بالزعتر، زعتره، بقدونس اللي كتقطعوه. المهم كنخلط مزيان، من بعد كنضيف الكاس الاول من الدقيق وكنستمر. ضروري ما تخدموا هذا الخليط مزيان غير بالخلاط اليدوي كي قلت لكم بدون عجن. هاد الطريقه ما كترهقناش نهائيا، كنحصلوا على فطائر قمه في اللذه. من بعد كنضيف الكاس الثاني. هنا بالنسبه ل 400 ملل من الماء احتاجيت لها 240 غرام من الدقيق. المهم حتى كتحصلوا على قوام بهذا الشكل تماما تقريبا بحال القوام ديال الكريب كي كتشوفوا معايا. من بعد غادي نضيف ملعقه كبيره من الخل، او ممكن تعوضوه حتى بعصير الحامض اي الليمون. المهم كتخلطوا مزيان. من بعد ضروري ما تصفيو هذا الخليط، يعني كتصفيوه بهذا الشكل باش كتخلصوا من التكتلات ديال الدقيق او الحبيبات اللي كيبقاو في الخليط. طبعا هنا غادي نغطي على هذه الانيه ديالي وكنتركها جانبا ترتاح. كل ما ارتاحت كل ما كتحصلوا على فطائر اللي كتجي مورقه وكتنفخ، يعني كتجي ناجحه كي غادي تشوفوا معايا في تتمه التحضير. من بعد غادي نقترح عليكم هاد الحشوه اللي كتزيد تبنن هاد الفطائر، يعني كتجي معلكه وفي نفس الوقت مغايره عن المعتاد. عفوا كنحتاج لها البصله كبيره، ايضا كنحتاج صدر الدجاج اللي كنكون مقطعاه مربعات صغيره. الكميه كتبقى على حسب افراد الاسره ديالكم. المهم كنشحروا الكل كتلاحظوا معايا. من بعد غادي نضيف ملعقه صغيره من الثوم بودره، ايضا ملعقه صغيره ممتلئه جيدا من العطريه او التوابل ديال الشاورما الدجاج. غادي نترك لكم في صندوق الوصف او اسفل الفيديو باش ممكن تعوضوها الاخوات اللي ما كيتوفروش عليها. نصف ملعقه صغيره من الملحه الصينيه كتزيد تنسم هاد الحشوات. كنصحكم انكم تبقاو تستعملوها بزاف. هاد الحشوات هي ما كتملحش ولكن كتعطي النكهه بحال ديال المربعات ديال الكنور او ماجي. وايضا الملح كيبقى على حسب الذوق ديالكم. كنخلطو مزيان. من بعد كنغطي على المقلاه ديالي عفوا باش داك صدر الدجاج كيطيب بشكل جيد، يعني كيجيفتي ما كيبقاش مكنزز. هنا راه كيطلق الماء ديالو. في هذه المرحله كترفعوا للنار باش كتنشف لينا الحشوه. هنا غادي نضيف الكريمه ديال الطبخ كتبقات لي وضفتها. نتوما ما كتوفروش عليها ممكن الاستغناء عنها، او ممكن تعوضوها بواحد الملعقه كبيره من الياغورت طبيعي. ايضا غادي نضيف الجبن بنوعيه، الموتزاريلا والشيدار. نتوما ممكن تضيفوا اي جبن كتوفروا عليه. المهم هاد الحشوه راه كتجي بنينه كتجي معلكه. بالنسبه للملحه ما تقويش الملحه في الاول بزاف باش ما تجيكوش مالحه، لان الجبن مالح. وايضا غادي نضيفوا حتى الزيتون كيكون مالح باش ما تملحوش الحشوه اكثر من اللازم. المهم كنبقى نخلط جيدا حتى كيذوب داك الجبن. شوفوا معايا راه كنحصلوا على حشوه اللي كتجي معلكه كتجي بنينه ولذيذه بزاف وكتجي كريميه. وطبعا كتنشفوها نوعا ما، كتلاحظوا معايا ما كتخليوهاش بازقه باش ما كتقطعش لكم داك الفطائر فيما بعد. هنا كنضيف زيتون اخضر. ممكن تركوا الحشوه غير هكا، كيف ممكن انكم تزيدوا تضيفوا لها واحد 2 بيضات مسلوقين اللي كتقطعوهم رقاقين بزاف، يعني ما كيجيوش باينين هكا باش هاد الحشوه كتجي غنيه اكثر. وطبعا كنزيدوا نبنوها. كقلت لكم بالنسبه لهاد الحشوه اختياريه، ممكن تعوضوها باش ما بغيتوا. كنحاول نتقاسم معكم عده حشوات باش ان شاء الله رمضان على الابواب تلقاو باش تعمروا. المهم كنتركها جانبا كتبرد وكنمر الخليط. من بعد ما ارتاح انا تركته هنا نصف ساعه، ممكن تركوه حتى ساعه. كل ما تركتوه كان احسن. كنحيد منه تقريبا واحد 2 مغارف كنتركهم جانبا كي غادي تشوفوا معايا فيما بعد الاستعمال ديالهم. وكنمر كنطيبوا. طبعا المقلاه الا كانت عندكم كتلصق كدهنوها القليل من الزيت او الزبده وكتوضعوا واحد الطبقه رقيقه، ما تحاولوش تغلظوهم باش كيجيو مورقين. من بعد ما كتنشف هاد العجين راه كتقشر غير بوحده من الجوانب صافي كتقلبوها. هنا كتركوها تحمر شويه وكنوضعوها في الطبق جانبا.
شوفوا معايا هنايا اخواتي، راه كتبدا كتنفخ. راه كي قلت لكم فطائر اللي كتجي مرقه بطريقه اللي سهله وبمقادير اللي اقتصاديه، يعني بلا حليب بلا قوه المكونات، وفعلا راه كتجي ولا اروع. وكنستمر بنفس الطريقه او بنفس الكيفيه اللي موضحه في الفيديو. دائما كندهنوا المقلاة وكنوزع واحد الكميه قليله من هذا الخليط. الا لاحظتوا شي ثقب كتحاولوا تقادوه او تعمروه بالاصبع ديالكم، والنار كتكون هادئه جدا حتى كينشفوا، وكتقشر بوحدها من الجوانب، يعني كتبدا كتهز عاد كتقلبوها. بالنسبه للقطر المقلاة 20 سنتيم فعطاتني 11 الفطيره. نتوما طبعا الا استعملتوا مقلاة اصغر راه تعطيكم كميه قليله، والعكس الا استعملتوا مقلاة كبيره راه كتقلل الكميه ديال هاد الفطائر. وشوفوا معايا اخواتي ما شاء الله هاد الفطائر كي كيتنفخوا راه طريقه اللي ناجحه بزاف. غير تبعوا المراحل، خصوصا انها بلا خميره ولا اختمار، ولكن كل ما خليتوا هذا الخليط يرتاح كان احسن، كتحصلوا على نتيجه اللي ممتازه. والنتيجه قدامكم اخواتي، كيتنفخوا كنحصلوا على فطائر اللي كتجي مرقه. اسهل الطريقه هنا من بعد ما كملت الكميه اللي عندي بالكامل بالطياب، فكنمر نحضر معكم الخلطه اللي غادي تلصق لينا هاد الفطائر باش ما كيتحلوش لينا اثناء القلي. كنحتاج ملعقه كبيره من الدقيق، وكنبدا كنضيف الماء تدريجيا حتى كنحصلوا عليه بهذا القوام، غير باش كيلصق لينا هاد الفطائر كي غادي تشوفوا معايا. طبعا كنوضعوا جانبا، غادي نهز اول فطيره كنوضع داك الخلطه في الجوانب باش كيلتصقوا لينا وما كيتحلوش. كنوضع الحشوه بالشكل اللي موضح في الفيديو بشكل طولي كي شفتوا، وكنطوي الجوانب كنجمعهم وكنلف. الطريقه اللي سهله بزاف راه كيلتصقوا لينا، كنحصلوا على فطائر صغار. طريقه سهله بزاف ومقادير اقتصاديه كي شفتوا معايا. غادي نرجع نكرر معكم اخواتي، دائما كنعملوا داك الخلطه اللي غادي تلصق لينا هاد الفطائر غير القليل فقط، يعني كتعملوا واحد الطبقه رقيقه. كنوضع الحشوه اللي هي اختياريه، ممكن تعوضوها باش ما بغيتوا، ولكن كنصحكم تعملوا هذه الحشوه لان فعلا كتجي بنينه ولذيذه بزاف. المهم كنطوي الجوانب كنلصقهم بهذا الشكل وكنجمع عليهم الحشوه وكنلف باش كنضمن ان هذه الحشوه ما غاديش تخرج ليا فيما بعد. كنحتاج لهذا الخليط اللي نقصو في الاول، كنوضعوه في هذه الانيه كي كتلاحظوا، وكنبدا كنغطس هذه الفطائر صغار في الخليط وكندوزهم في لاشابلور او في الخبز المحمص. طبعا هذا الخليط راه كيغنينا عن استعمال البيض، كي كتعرفوا بلي الغلاء في الاسعار. حاولت نتقاسمهم معكم بمقادير اللي اقتصاديه، فكنتمنى يا ربي وصفه اليوم تعجبكم. كيف ممكن تدهنوهم غير بالفرشاه باش ما كيهزوش واحد الكميه كثيره من لاشابلور. كتلاحظوا معايا بالنسبه لاشابلور عملتها في الطبق باش كيسهل عليا انني ندوزهم، وكنستمر بنفس الطريقه حتى كنسالي الكميه اللي عندي بالكامل. هنا لكم الاختيار اخواتي، ممكن تقليوهم مباشره، كيف ممكن تحضروا منهم واحد الكميه كثيره وتحتفظوا بهم في المجمد من تحضيرات رمضان. كتجبدوهم حتى لاخر لحظه وكتقليوهم او تدخلوهم الفران او في الاير فراير، لكم الاختيار. هنا غادي نقليهم باش تشوفوا طبعا النتيجه او الشكل النهائي. النار في هذه المرحله اخواتي كتكون متوسطه، ما تكونش قليله بزاف باش ما يشربوش لكم الزيت، وفي نفس الوقت ما تكونش مرتفعه باش ما كيتخطفوش لكم، يعني كتحصلوا عليهم بهذا اللون الذهبي الجميل. كتقلبوهم من جميع الجهات باش كيتحمروا من جميع الجوانب. شوفوا معايا كي كيجيو شهوه منهم ولا اروع بمقادير اقتصاديه. كي قلت لكم ممكن تحضروا منهم كميه كثيره وتحتفظوا بها في المجمد. كان هذا هو الشكل ديالهم في طبق التقديم، فعلا كيستحقوا التجربه. كنتمنى من كل قلبي انكم تجربوهم، تردوا لي الخبر في التعاليق، خصوصا انهم بمقادير اقتصاديه بلا كثره المكونات. وبهكا كنكون وصلت لنهايه الوصفه. كنشكركم جزيل الشكر على حسن تتبعكم. كنصحكم بقوه انكم تجربوهم، تردوا لي الخبر في التعاليق اللي كيفرحوني دائما. ما تبخلوش عليا بلايكاتكم، طبعا الا عجبكم اقتراح اليوم ما تبخلوش عليا باقتراحاتكم اللي كتهمني بزاف، مشاركه الفيديو باش كتعم الفائده. ما بقى لي نقول لكم غير الى اللقاء لوصفه اخرى من وصفات رجاء في البيت. احبكم في الله، مع السلامه.